النهارده المفروض ان احنا نتكلم في مباريات الاسبوع الاول من الدوري العام في الامور الفنيه. طبعا الموضوع خرج عن سياق الامور الفنيه، وكان في مهاترات الاسبوع اللي فات بسبب موضوع ماتش الاهلي البنك الاهلي والزمالك، وضربة الجزاء اللي احتسبها محمد عادل للزمالك في الوقت الضايع، يعتبر في الدقيقة السابعة من الوقت الضايع. طبعا الإعلام قام وما عادش، والسوشيال ميديا، ازاي محمد عادل يحسب ضربة جزاء للزمالك مشكوك في صحتها، ونسيوا ان في الماتش ان ضربة الجزاء الأولى للبنك الأهلي كان مشكوك في صحتها، وضربة الجزاء الثانية كان ليس لها أساس من الصحة، بالعكس الكرة كانت تعتبر فاول لمحمد عواد. وكان حسام عبد المجيد في دقيقة 8 ضربة جزاء ما اتحسبتش. طبعا انتوا شفتوا التسريب اللي حصل، المحادثة اللي بين محمد عادل والفار، واللي جابها الأخ إبراهيم فايق. إبراهيم فايق اللي لابس وش المثالية وبيدعي الحيادية، وهو ضد الزمالك على طول الخط، بتعليمات بقى من اللي مشغله، ولا هو بيكره الزمالك اصلا. اكره الزمالك زي ما انت عايز، بس خليك حقاني. اما تجيب تسريب فيديو، اصلا انت هتتحاسب قانونيا على اللي انت عملته ده، انت والناقد اللي اسمه احمد عبد الباسط ده، اللي احنا عايزين نعرف جاب التسريب ده منين. دي اهم نقطة في الموضوع، التسريب ده وصل لاحمد عبد الباسط ازاي، وان انت تذيعه ابراهيم فايق بدون اذن الشخص اللي اتكلم. الناحية القانونية بتبقى فيه مساءلة ليك. وفعلا الحكم محمد عادل راح وقدم بلاغ في ابراهيم فايق وفي احمد عبد الباسط وفي القناة ذات نفسها، بالاضافة الى اللي سرب الفيديو من لجنة الحكام، اللي هو غير امين اصلا. اللي سرب الفيديو ده غير امين، وده المفروض يتشتم ومبقاش فيه رأفة معاه. وحسنا ان محمد عادل عمل كده وراح بلغ النيابة، لان الموضوع خرج عن سياقه. هم كل اللي هم بيقولوه هو قال له يخرب بيتك يا ميدو. ايه يعني؟ مش عارف ايه المشكلة مثلا، هو بيقول ده مش صوتي، والنيابة هتظهر التحقيقات وبتاع وهيبان الحقيقة فين. انما لجنة الحكام عندنا بعافية شوية، اخ محمد فاروق والاخ ابراهيم نور الدين. طبعا اتحاد الكرة ده ودن من طين وودن من عجين، لا يفقهوا شيئا وقاعدين زي الكراسي بالظبط. حتى انا سمعت حديث لحازم امام بيقول لك انا ما بروحش بقالي 7 اشهر. طب ما انت ما بتروحش يا حازم من بقالك 7 اشهر، طب ما تستقيل يا باشا. ايه اللي مخليك متمسك في المنصب؟ ما دام انت شايف الامور مش على ما يرام، والدنيا بايظه هناك، والقرارات كلها خطا في خطا. طبعا ليهم طبعا سوابق كتير، ان هم برضو في موضوع لعيبه الزمالك في الامارات ما ساندوش نادي الزمالك وهاجموا اللعيبه، طبعا عشان الدولارات بتوعهم. هنرجع للاخ عدلي القيعي، اللي جاوز على ال90 من عمره وما زال يدلس، وبيقول كلام يحاسب عليها قانونيا. انا ما ينفعش في كلام قاله، ما ينفعش. هو والاخ ابراهيم منيس اللي عاملين برنامج ملك وكتابه، والاعلى للاعلام سايبهم يبرطعوا ويتكلموا في امور منافيه للاداب اصلا. ما اعرفش هم سايبينهم ليه. يقول لك اصل انا مش قادر اقول اللي هو قاله، يعني انا مش قادر اقول اللي هو قاله. ما ينفعش اقول لحضراتكم الكلام اللي هو قاله، ودخل في حته تانية خالص، والتاني عمال يضحك ويقول له اه طيب وحاضر. يعني بيسيبوا الفتن في الرياضه المصريه. بالاضافه الى المدعو احمد شوبير، وانا بقول اهو من دلوقتي، وافتكروا كلامي
ويا ريت الفيديو ده ربنا ما يجيبش حاجه وحشه وترجعوا ليه. احمد شوبير يثير الفتن في الرياضه المصريه. احمد شوبير تعصبه في قناه الاهلي تعصب يثير الفتنه في الرياضه المصريه، وده هيعمل احتقان بين جماهير الاهلي والزمالك. وانا بقول لكم اهو من دلوقتي، انا ما اعرفش احمد شوبير رجع الاعلام تاني ليه، انا مش عارف. هو موضوع احمد رفعت مات على كده، هو الاخ احمد دياب، وهم اللي كانوا ماسكين نادي موديل فيوتشر ساعتها، وبعدين اتشال، وبعدين رجع الراديو، وبعدين مسك قناه الاهلي بيبث سمومه وفتنه على مرأى ومسمع الجميع اللي محدش قادر عليه. انا اصلا ابقى بشوف احمد شوبير بقفل التلفزيون، ولو ظهر لي على النت بقفل النت، لان هو شخصيه بيثير الفتنه في الرياضه المصريه، والاعلى الاعلام سايبه ليه؟ الحرب على نادي الزمالك كبيره قوي، كل ده عشان خد السوبر الافريقي. هي دي المشكله عندكم، ان الزمالك خد السوبر الافريقي والاهلي ما اتغلبش ابدا، وانت قاعد في القناه بتاعت النادي الاهلي، حتى رئيس النادي بتاعك ما بيوجهكش، اللي هو المفروض العلاقات طيبه الوقت بين الاهلي والزمالك، وهو راح زار نادي الزمالك والزمالك بيهنيه ما خدوا البطوله والكلام ده كله. كنتوا الاول بتقولوا مرتضى منصور هو اللي عامل الاحتقان. لا، الموضوع مش مرتضى منصور، الموضوع نادي الزمالك. انتوا عايزين تمسحوا هويه نادي الزمالك، عايزين المجال يبقى ليكوا لوحديكم. طب ما انتوا بتاخدوا بطولات، الزمالك بياخد اقل منكم. انتوا عايزين تغردوا لوحديكم، عايزين انتوا مع نفسيكم القطب الاوحد في الرياضه المصريه. ما ينفعش الكلام ده، وما ينفعش قناه تتبع النادي الاهلي ورئيسها سايب التجاوزات والكلام اللي عارف اللسان عنها اللي بيقولوا عدل القيعي. للاسف انا مش هطول عليكم اكتر من كده، بس انا عايز اقول لكم حاجه اخيره. الاخ الكتكوت الفصيح بتاع النادي الاهلي اللي بيقول محمد صلاح لعيب كبير بس لسه بدري عليه قوي لحد ما يوصل للخطيب. انا اطالب بالكشف عن قوى العقليه. الكتكوت الفصيح بتاع النادي الاهلي هو عارف نفسه كويس قوي، اللي هو ملسن ومتكلم كثير. مش هطول عليكم وشكرا جزيلا.